السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا بقى مع بعض نعمل النهاردة خلية الجبنة التحفة دي الهشة. بصوا عاملة ازاي، تحفة تحفة، عجينة فوق الوصف، خيال خيال خيال. بجد لازم تشوفوا الفيديو ده. احلى واسرع حاجة ممكن تتعمل للانش بوكس لاولادنا هي خلية الجبنة. ممكن طبعا نعمل اي حشوات تانية نحبها، لانشون، جبنة رومي، جبن تانية، جبنة شيدر، جبنة كريمي، اي جبنة تنفع تتحط في المعجنات دي او في الخلية دي. ممكن نحشي قطع شوكولاتة، ممكن نحشي اي حشوات تحبوها، تحفة يلا مع بتقبل بعض اي على حاجة. الطريقة. اول حاجة عندنا معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وكمان عندي 3 معالق من السكر. انا بحب السكر ظاهر في المخبوزات، بيبقى طعمه تحفة. وكمان عندنا شوية من الملح كده، يعني اقل من تقريبا ربع معلقة صغيرة ملح بس. وبعد كده هنزل بكوباية من اللبن وربع كوباية من الزيت، وممكن نقلل على فكرة، ممكن نحط معلقتين زيت بس، مفيش اي مشكلة. قلبتهم مع بعض بالشكل ده، وهسيبهم يرتاحوا لمدة دقيقتين 3 بس كده، وبعدين هرجع لهم. في الوقت ده انا هجهز الجبنة بتاعتي. عندي كده قطعتين من الجبنة، انا مش عاوزة فيها اي لبن او اي شرش، يعني انا مش عاوزة يبقى في الجبنة اي مية، فهنشفها كده بالشكل ده، عشان اي مية في الجبنة هتنزل معانا في المعجنات وهتخليها مش حلوة كده، وهتخليها معجنة من جوه. تمام. وبعد ما نشفت الجبنة انا هاجي انزل بالدقيق عشان اعمل العجينة بتاعتي. استخدمت هنا نص كيلو من الدقيق، طلع معايا 4 كوبايات الا معلقة تقريبا، فعلى حسب ما يطلع معاكم، بس هما تقريبا 4 كوبايات. تمام. هبتدي اعجن في المكونات دي كلها لحد لما تدينا عجينة طرية قوي، طرية بتطلع طرية خالص يعني، بس مش بتلزق. زودت هنا حوالي 3 معالق من اللبن، وخلاص كده يعني كانت العجينة معايا تمام، محتاجتش اكتر من كده. بصوا قد ايه طرية بقى، شايفين؟ طرية وتحفة، طرية ومش بتلزق في الايد خالص. انا هنا مش هسيبها تتخمر نهائي، هشتغلها على طول، ودي السرعة في الموضوع الصراحة، مش بنسيبها تتخمر نهائي. هنسيبها تتخمر لما هنحطها في الصواني بتاعتنا وخلاص، قبل ما ندخلها الفرن هنسيبها تتخمر، يعني هنخمرها مرة واحدة بس، مش هنخمرها مرتين. وزي ما شفتوا اول الفيديو طالع ما شاء الله ما شاء الله، طالعة تحفة وهشة جدا. تمام. انا هنا قسمت العجينة رولين عشان لما اقطع تطلع معايا تقطيعات صغننة كده، شايفين قد ايه؟ لان طبعا حجمها بيتضاعف. بصوا قد ايه، انا عايزاها صغيرة خالص كده. تمام. جبت صينية ودهنتها شوية من الزيت، وكمان لازم يكون عندي زيت في الاطراف. وادي الحشو بتاعي، هبتدي احط قطعة جبنة صغيرة كده في النص، وهقفل عليها وخلاص كده. قطعة جبنة صغيرة واقفل عليها خلاص، وهرص في الصينية من غير ما الزقهم قوي في بعض. هما اوريدي هيلزقوا في بعض بعد التسوية، وبعد ما يتخمروا هيلزقوا في بعض اصلا. تمام كده، شايفين شكلهم صغيرين قوي. لو حابين تعملوا اكبر من كده مفيش مشكلة، بس انا بحب حجمهم يبقى صغير كده، بيبقوا اظرف واحلى، وفي نفس الوقت يعني حجمهم بيبقى يعني كبير قوي لو كبرنا الكورة عن كده يعني. خلاص كده انا هكمل باقي الكمية. تمام. ودلوقتي انا عندي قطعة واحدة من اللانشون، هقطعها صغير بالشكل ده، مكعبات صغيرة خالص كده، مربعات.
تمام. وهجيب قطعة برضو من الجبنة وهحطها على اللانشون وهقلبهم مع بعض. لو حابين تحطوا مع اللانشون اي حاجة تانية غير الجبنة البيضة عادي، مفيش اي مشكلة. ممكن تحطوا جبنة فيتا بتطلع برضو تحفة. ممكن تحطوا جبنة براميلي، جبنة كريمي، اي نوع جبنة، جبنة رومي كمان مع اللانشون بيبقى تحفة. هنحط برضو كده شوية صغيرين عشان الكرة ما تطلعش مننا مليانة او تطلع مننا ضخمة كده وكبيرة. تمام. هخلص كل الكمية بتاعتي وهتشوفوا في الاخر عملت معايا كمية ما شاء الله من نص كيلو دقيق بس. شايفين دي ما شاء الله الكمية دي عملت معايا الصينية الكبيرة دي والصغيرة من نص كيلو دقيق بس، يعني من تقريبا 4 كوبايات دقيق. بصوا بعد ما اختمروا بعدها بنص ساعة بالظبط كان شكلهم كده. تمام. دلوقتي انا عندي ربع كوباية من اللبن، هحط عليها معلقة من العسل، او ممكن نحط شربات لو عندنا شربات مش مشكلة. تمام. قلبتهم كده مع بعض وهغطي بيهم الوش. الخطوة دي بتدي طراوة للوش، مهما الوش خد لون معانا بيفضل طري ما شاء الله. هنحطها في الفرن على درجة حرارة عالية، اعلى درجة حرارة في الفرن في الرف اللي في النص. مش بتاخد اكتر من 10 دقايق بتكون تحفة ما شاء الله، بتكون مستوية وجاهزة. بشرط ان احنا نخليها تاخد وقتها في الاختمار، يعني نص ساعة كافية. لو احنا جو حر ومسخنين الفرن كده مدفيينه، نص ساعة بتبقى كفاية قوي للاختمار. انا هدخلها الفرن، وبعد ما طلعتها بقت بالشكل ده ما شاء الله. لونها ده تحفة، يعني انا ما قدرتش اوريكم ازاي هي طرية حتى بعد ما طلعت من الفرن كده ولونها غامق. اتمنى تجربوها. وبالمناسبة ممكن نحط بدل اللبن في العجين ممكن نحط زبادي برضو، بتطلع الزبادي تحفة. شايفين بقى شكلها عاملة ازاي؟ قطنية بطريقة ما شاء الله. بصوا تحفة تحفة، واللبن بيديها طعم غني. ممكن نعملها بالمية وبتطلع برضو هشة، بس باللبن بتطلع احلى واطعم وطعمها بيبقى غني كده. شايفين ما شاء الله؟ شايفين لونها تحفة؟ بصوا قد ايه هشة وطرية. بجد لازم تجربوها، تعجبكم وهتعجب اولادكم قوي بالحشوات اللي تحبوها. ممكن تعملوا بطاطس مهروسة برضو. اتمنى الفيديو يكون عجبكم واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.